المغربية. نرحب كذلك بوسائل الإعلام وبجميع المؤازرين لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم. كما تعلمون أن الحكومة المغربية أحدثت صندوق اسمته صندوق التماسك الاجتماعي، الذي من خلاله وضعت مبالغ مالية مهمة من أجل استفادة الفئات الضعيفة. ابتدأت بالرامي، هو التغطية الصحية لفائدة شريحة مهمة من المغاربة الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية. كذلك هذا الصندوق اهتم بتقديم دعم لفائدة الأرامل الحاضنات لأبنائهم، وتأتي هذه اللبنة الإضافية من أجل إحداث أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأشخاص ذوي إعاقة. إذن هذا البرنامج يأتي في خضم هذا الصندوق الذي يسمى صندوق التماسك الاجتماعي. وكانت هناك اتفاقية للشراكة بين وزارة التنمية، وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية ووزارة التشغيل، كذلك التعاون الوطني والوكالة الوطنية للإنعاش والتشغيل والكفاءات ووكالة التنمية الاجتماعية. الأخ يمثل وكالة الإنعاش والتشغيل لانابيك، حتى هي شريكة في هذا البرنامج. إذن لننطلق في طريقة أو في شكليات أو مسطرة تمويل المشاريع لفائدة الأشخاص في وضعية